وانا قاعد على قهوه كده لقيت لك عم عادل جاي من مشواره بيقول لي ايه، بيقول لي شفت انا موظف البنك قال لي ان في كارت فيزا مشتريات تقدر تقسط بدون فوائد. قلت له ايه ده انت كنت فين اصلا الاول؟ قال لي ابدا، كنت انا ايه رحت ايه بنك مصر، قلت اشوف ايه الفيزا المشتريات بتاعتي، خاصه ان انا ايه نسيت اسدد الفلوس اللي عليها فنزل عليها بقى غرامه وفوائد وايه وقصص كتير جدا جدا كده. فانت ايه رايك؟ فقلت له يا عم عادل لو قال لك انهي كارت، ما انت عارف بنك مصر فيه كروت كتير، يعني انت قال لك انهي كارت يا عم عادل؟ قال لي قال لي هو اسمه كارت كنانه الاسلامي، فيزا كده مشتريات اسلاميه. فطبعا السؤال المشهور انت تعرفها محمد؟ وايه اللي اعرفه؟ طبعا يا عم عادل انا اعرفه، انا اصلا الكارت ده معايا اصلا اهو يا سيدي. بص تعالى بقى ايه اكلمك بقى عن تفاصيله بقى، وايه الموضوع بتاعه، وايه اللي انا قابلته فيه، وموضوع بقى ايه واحنا بنقسط بنعمل ايه، وفعلا في فوائد ولا لا، تفاصيل كتير جدا جدا كده ايه هنتكلم فيها مع بعض بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا برحب بكم في قناه قهوه الاقتصاد، وانا معاكم بقدم البرنامج محمد العسال. طيب القناه كده هدفها ان ايه، ان احنا يعني بنتكلم عن معلومات بنكيه واقتصاديه بطريقه مبسطه كاننا ايه قاعدين مع بعض على القهوه. زي ما انا قلت لكم ايه يا عم عادل لما اتاخر في دفع الايه المديونيه اللي عليه، فطبعا ايه بيحصل بقى منه اللي هي الفوائد زائد ايه الغرامه والكلام ده كله. فعم عادل كان عنده مشكله ان هو ايه لما راح موظف البنك، موظف البنك قال له على كارت ايه او فيزا مشتريات او كارت ائتماني اسمه كنانه الاسلامي. فمحدش يعرف عنه حاجه قوي. تيجي تدور مثلا على الصفحه الرسميه بتاعت بنك مصر في شويه تفاصيل، بس انا بقى جاي اقول لك هنا الخبايا بقى بتاعته، يعني جاي اقول لك بقى ايه لما استخدمته تجربتي الشخصيه ايه اصلا معاه. طيب ايه هو بقى كارت ائتماني اللي هو كارت كنانه الاسلامي؟ ده كارت ائتماني او فيزا مشتريات زي ما بيقولوا كده اللغه الدارجه، يعني مش زي الكروت النمط، وفعلا ما فيهوش فوائد، ونظام مختلف جدا جدا عن اللي هي الكروت اللي هي النمطيه العاديه اللي احنا ايه بنتعامل بيها، لان نظامه هنا بيتعامل بالطريقه الاسلاميه بقى اللي هي مرابحه والكلام ده كله. ايه بقى التفاصيل دي هنتكلم فيها. بس عم ايمن وهو معدي عمال لي طب ما تقول لنا ايه مميزات الكارت ده عشان نعمله يعني. قلت له انا اقول لك المميزات بتاعته، بس مش شرط ان انت تعمله لان ممكن ما يبقاش ايه مناسب ليك، يعني هو مش كل الناس مناسب ليها، وما كانش مناسب ليا انا مثلا كمحمد وما استخدمتوش قوي بعديها يعني. تاني المميزات بتاعته يا عم ايمن ان هو اول حاجه ان هو كارت ايه كارت ائتماني بنظام اسلامي او متوافق مع الشريعه الاسلاميه. فطبعا ايه الناس اللي هي بتبقى مش عايزه يعني تستخدم المنتجات اللي هي العاديه خالص وبتحط كل فلوسها يا اما مثلا في صك اسلامي، بيبقى عايزه مثلا منتج تاخد منتج مثلا مرابحه فعايزه تاخد بقى نظام، فده الكارت ده ايه مناسب ليهم جدا جدا جدا. كمان الحاجه الثانيه ان هو السحب بتاعه النقدي 50% من ايه من قيمه الكارت او من الحد الائتماني بتاع الكارت. فانت النهارده تقدر ايه تسحب 50% وهتتقسط عادي خالص على المده بقى اللي انت ايه اللي انت متفق فيها مع البنك. الحاجه الثالثه والمهم ان هو ما فيهوش فوائد، هو ايه هو نظام مرابحه، بتبقى نظام اقساط متساويه. ودي كانت الحاجه الايه الحلوه اللي فيه، اللي هو بقى ما فيش مثلا كل شهر بتبقى ايه في فايده وبتتراكم وبتكبر وبتاع، لا لا لا، هو خلاص انت النهارده عليك مديونيه بتخش. انا ببقى مثلا كنت متفق على الكارت بتاعي ان هو النظام المرابحه بتاعه هيبقى على 12 شهر، فخلاص هو ايه بيخش على 12 شهر. وكده كده هشرح لك دلوقتي التفاصيل بتاعته يعني هم بيحسبوها ازاي. طبعا غير المميزات اللي هي موجوده في اي كارت ائتماني اللي هو ايه يقعد يقول لك الاس ام اس، ان هو بيقعد يبعت لك اس ام اس على كل معامله، موضوع الانترنت البنكي، وفتره سداد لحد 56 يوم، وليك ايه كذا بطاقه اضافيه 4 بطايق اضافيه. طيب هتيجي تقول لي ايه طبعا ايه واحد قال لي ايه يا عم انترنت بنكي ايه، ما كل البنوك فيها انترنت بنكي. اقول لك لا لا لا، انا معايا كارت دلوقتي بستخدمه، الكارت ده ملوش انترنت بنكي. يعني انا عشان اعرف مثلا التعاملات بتاعته ايه والكلام ده كله بخش على الرسائل واشوف كده، والمديونيه بعتمد على الرسائل ان هي ايه بيقول لي المديونيه بتاعتي كام، او بيجي لي على الايميل الستيتمنت بتاعتي، بس مفيش انترنت بنك. حتى لما كلمت الكول سنتر على البنك ده قلت له حضرتك انا عايز طب اشوف المعاملات اللي انا عملتها الكلام ده كله، مش لازم استنى لحد الستيتمنت. قال لي لا 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 هو لسه بنعمله ولسه ايه يعني بيقولوا اندر ديفلوبمنت زي ما بيقولوا يعني. اما معدي قال لي طب ده حلو قوي 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 ده احنا نعمله. قلت له بس استنى في عيوب. ايه العيوب بقى؟ اول حاجه زي ما انا موريها لك كده على موقع البنك، تكلفه المرابحه بتاعته عاليه جدا جدا جدا. ايوه اللي هي كام يعني 3% في الشهر. فطبعا 3% في الشهر لما تضرب في 12 يعني بتتكلم في 36% في السنه، فرقم كبير. وبالمناسبه الرقم ده كان اقل من كده بكتير جدا، بس قبل ما البنك المركزي ايه يزود الفايده. لما البنك المركزي زود الفايده وصل 3%، ومتوقع ان لما البنك المركزي يقلل الفايده الرقم ده طبعا هيقل. طيب العيب الثاني بقى اللي انا قابلته، وده مش هتلاقيه مكتوب على السايت ولا الكلام ده كله، يعني قابلته كتجربه شخصيه، ان هو بياخد الفايده او مش فايده زي اسلامي، بياخد المرابحه بتاعته او نسبه المرابحه بتاعته مقدم. بمعنى يعني انا النهارده الكارت بتاعي ب 15000 جنيه واستخدمت 10000 جنيه منه،
فبيعمل ايه بقى؟ بيجي اخر المده او بيجي مثلا ايه مع قفله كشف الحساب يدخل الارقام دي كلها مربع، ويقول لك ان نسبه الربح بتاع الارقام اللي هي ال 10000 جنيه دي 3600 جنيه في السنه. فيبقى انت كده عليك كام؟ كده عليك 13600. فيعملهم ايه؟ يعملهم على اقساط متساويه على 12 شهر على طول لوحده. هتيجي تقول لي ايه ده؟ طب ما انا كده مجبر. هقول لك لا لا لا، ما هو برضه بيسيب لك مده 26 يوم بعد قفل كشف الحساب. المده دي تقدر تعمل فيها ايه؟ المده دي ببساطه جدا ان انت لو سددت الفلوس كلها بيلغي المرابحه. فال 3600 دي بتترد تاني في ليميت الكارت. طيب انا كان مشكلتي ايه هنا الكبيره قوي؟ مشكلتي الكبيره ان انا مثلا انا عايز استخدم الليميت كله وهسدد في خلال الايه ال 25 يوم اللي بعدهم. طب انت ليه تجبرني تاخد 3600 ممكن ابقى مزنوق فيهم الشهر اللي بعده؟ يعني ليه انا النهارده انت مديني فرصه 26 يوم بعد قفل كشف الحساب وانا الليميت بتاعي 15000، انت خدت مني 13600 وانا اصلا كل صرفه 10، فانا اتبقى مني كام؟ اتبقى مني حوالي 1400 من اجمالي الليميت، في حين ان انا لو الكارت النمطي العادي انا ممكن كنت استخدم الخمسه كلهم مش 1400 بس. فدي كانت مشكلتي اللي هي، وممكن ما تبقاش مشكله عند ناس تانية تبقى عاجبها النظام ده، انا كانت مشكله عندي. الحاجه الثالثه وهو نظام المرابحه بقى، ان انا النهارده ايه لو انا دلوقتي خلاص هو نزل لي اقساط وما دفعتش الفلوس وايه وهدفع بقى قسط ايه كل شهر، وبعدين ايه وبعدين انا بقى جالي فلوس فعايز اسدد بقى الفلوس دي. ايه اللي بيحصل هنا ساعتها؟ اللي بيحصل هنا ان هو بيجي يقول لك انا برد لك 60% من المرابحه او نسبه الربح اللي انا خدتها وباخد منك 40%، لكن مش بيرد لك كله. طبعا ايه من المتبقي، يعني من المبلغ ايه المتبقي. دي برضه هتلاقيها مناسبه للناس، بس انا كانت بالنسبه لي مثلا طب انا افرض بعد تاني شهر جالي فلوس قمت مسدد كله مره واحده. فانا هنا لو كنت انا ماشي بنظام اللي هو 3% في الشهر، فانا كنت هاجي بعد تاني شهر مثلا هدفع كام؟ ال 3% بتاعت الشهر اللي قبله خلاص تمام. لا انت هنا بقى ايه؟ انت هنا انت بتدفع من المتبقي من اللي هم الايه من ال 36%. فانت بتتكلم ان انت في رقم كبير هيتاخد وحسبه معقده. بس غالبا معظم الناس اللي انا شفتها بتحب تعمل ايه؟ باشا حط لي اقساط متساويه وادفعها كل شهر وخلص الموضوع على كده. العيب الرابع ان انا عشان خاطر اعمله او انا مثلا لازم الغيه، لازم فرع من فروع الاسلاميه بتاعه كنانه او فرع بنك مصر الاسلامي. ما ينفعش الفرع العادي. لو انا عامه بالنسبه للمنطقه اللي انا ساكن فيها في القاهره مثلا في فروع كتير اسلاميه، يعني الصراحه ما واجهتش مشكله. يعني عندي المحيط كان فيه فرع في مدينه نصر وفي فرع في التجمع، بس طبعا مش زي الفروع الايه اللي هي العاديه. يعني الفروع العاديه في فرع جنب البيت على طول ماشي، وفي فرع تاني الناحيه التانيه برده ماشي. لا 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 الفروع بقى الاسلاميه اقل من كده بكتير. فدي كده كانت ايه المميزات والعيوب. طبعا هو كان شغال اونلاين تمام، كنت اقدر اشوف المعاملات كلها على الانترنت البنكي. طب انا عشان اقدم عليه بقدم عليه ازاي؟ في طريقتين للتقديم. في الطريقه اللي انا عملتها، انا عندي شهاده فبروح اقول له ايه والله انا عندي شهاده كذا كذا كذا، لو سمحت ايه اربط لي على الشهاده ديت ايه كارت، او اعمل بلوك على الشهاده او بلك الشهاده وايه واعمل لي كارت بضمانها. دي الطريقه اللي هي الشائعه واللي ايه معظم الناس ايه بتشتغل بيها. وفي الطريقه بقى الثانيه اللي هي مش مضمن او غير مضمن. غير مضمن دي بقى اللي انا اكون موظف بقبض على بنك مصر، او اكون بقى صاحب مهنه وعندي بقى سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وكشف حساب والرقم ايه والحاجات دي بقى كلها. طبعا هسيب لكم فيديو كده موجود تحت في الوصف ان انت عشان خاطر تعمل كارت ائتماني عامه ايه الشروط، يعني ايه الشروط المضمن وايه الشروط الغير مضمن. واكتر انا متكلم في الفيديو ده اكتر عن موضوع الايه الغير مضمن. فمع عادل قال لي ايوه محمد في الاخر انا اعمله ولا ما اعملوش؟ فبص يا عم عادل انا هقول لك كلام ليك انت والمشاهدين كلهم. من الاخر انا شرحت لك المميزات والعيوب والحسبه ازاي والكلام ده كله. انا النهارده لو واحد عايز اريح دماغي واخش في اقساط متساويه وبتاع وما عنديش قدره ان انا اسدد على طول اشتغل بيه، انما لو انا واحد لا انا ممكن اسدد بعد تاني شهر او تالت شهر، لا انا ايه ما احبوش. لان في عيب مهم جدا 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 جدا، ان مش كل الاوفرات بتاعه التقسيط داخله في الكارت ده. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك يعني النهارده امازون كان عامل مثلا مع بنك مصر تقسيط 6 شهور بدون فوائد. جيت ادخل الكارت بتاعي مش قاري. ليه يا عم؟ قال لك اصل من شروط والاحكام ان كارت كنانه مش داخل في الموضوع. مش عارف كان كارت كنانه والعربي كده حاجه كده، لكن ايه الكروت الثانيه كلها داخله. فهو برضو الكارت دوت بيخش في تقسيطات متعاقد مع مجموعه تجار بدون فوائد ومجموعه تجار لا. غير لك الكارت النمطي لا، كل التجار الموجودين على السايت او كده او على امازون او الكلام ده كله لا عادي بيقبل. فانا هسيب لك برضو يا عم عادل اللينك برضو موجود تحت. اللينك ده ايه اللي بيتكلم عن كارت كنانه التيتانيوم بكام الكلام ده كله، وشوف هو مناسب ليك ولا لا. انا شرحت لك الموضوع والامر متروك ليك. ده كده كان كل التفاصيل عن كارت ائتمان او فيزا مشتريات الاسلاميه كارت كنانه المقدم من بنك مصر.
لو عجبوا الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.